السلام عليكم البنات، جيتكم اليوم بقصة جديدة، ولكن هذه ماشي بحال أي قصة. هذه قصة وحدة دارت النية ولكن لقات الحية. بزاف ديال الرجال كيسحاب ليهم راسهم مطورين، ولكن نساو بلي كاين مكتر من السم في العسل. اليوم غادي نشوفوا كيفاش سناء أو أي اسم بردات غدا يدها، وكيفاش قلبت الطاولة على راجلها الخائن قدام كاع الناس. بقاو معايا حتى الاخر، حيت النهاية فيها واحد الصدمة ما غاديش تخطر لكم على البال. القصة الأولى، فضيحة ليلة العيد ميلاد. سناء وياسين كانوا عايشين حياة عادية في الدار البيضاء. ياسين كان خدام في شركة كبيرة، وسناء كانت حادكة ومقابلة دارها. مؤخرا ياسين بدا كيتعطل، كيقول لها عندي الخدمة بزاف، وكيخلي تليفونه ديما مودافاي. واحد النهار سناء لقات تيكي ديال غيستورون غالي في جيب السروال، والوقت كان نهار الأحد، النهار اللي قال لها فيه باللي مشى يشوف والده في سطات. سناء ما غوتاتش ما بكاتش، مشات جابت محقق خاص وصدمها بالحقيقة. ياسين كاري شقة في بوسكورة وكيتلاقى تما مع وحدة سميتها صوفيا. سناء قررت تبرد غديدها نهار عيد ميلادو ال40. دارت حفلة كبيرة عرضت على عائلته، عائلتها وصحابه في الخدمة. لحظة الانتقام وسط الحفلة قدام كاع الناس، سناء وقفت وقالت: ياسين، عندي لك مفاجأة غالية بزاف، بحال الغلا ديال المعزة اللي عندك في بوسكورة. حطت قدامه واحد الصندوق كبير، فاش حلو لقى فيه صور ديالو مع صوفيا، ومعاهم الديتاي ديال الفلوس اللي كان كيخسر عليها من الفلوس اللي كانت هي صابرة معاه باش يجمعوهم للدويرة. سناء قالت ليه قدام أمه وباه: هادو وراق الطلاق وبسلام عليك، والدار راها بسميتي من النهار الأول، خرج عليا دابا. ياسين لقى راسو في الزنقة بليلتو وشوهتو، ولات على كل لسان في العائلة. القصة الثانية، غدر الصديقة ولعنة الواتساب. إيمان وعادل. إيمان كانت عندها جارتها لمياء كيدخلوا ويخرجوا مع بعضياتهم. إيمان كانت كتعاود للمياء كل شيء على حياتها مع عادل. واحد النهار إيمان كانت كتقاد لراجلها التليفون باش تنقص منه التصاور، وهي تدخل الأرشيف ديال الواتساب لقات محادثات وصور بين عادل ولمياء جارتها، وكانوا كيضحكوا عليها حيت هي نية وكتصاوب لهم الماكلة وكياكلوها مجموعين. لحظة الانتقام إيمان ما واجهتهمش، مشات عند السانديك ديال العمارة وقالت ليه باللي بغات دير إعلان مهم للسكان. جمعت كاع العيالات ديال العمارة في جروب واتساب واحد وقالت لهم: البنات ردوا بالكم من الخيانة، ها هو النموذج عندكم في العمارة. صيفطت لهم سكرينات ديال الهضرة اللي كانت كتقول لمياء على عيالات الجيران، وكيفاش هي وعادل كيخططوا باش يفركوا كاع الديور. الشوهة كانت عالمية. لمياء جاوها الديابة حتى للباب، وعادل ما بقاش قد يهز عينو في السونسور. إيمان خدات وليداتها وباعت نصيبها في الشقة لواحد العائلة صعبة، وخلات عادل ساكن حدا الصداع والمشاكل ليلة نهار. القصة 3، لعبة الورث المزور. نادية وكمال عاشت مع كمال 20 عام ديال تمارة، عاونته حتى دا شركة ديال المقل وبناو فيلا في طماريس. فاش كمال شبه فلوس دار المراهقة المتأخرة وبدا كيخون نادية مع بنت قد بنته، وكان كيخطط يطلق نادية ويخرجها بالمتعة فقط، يعني كيعطيها مبلغ بسيط ويصيفطها لضربها. الانتقام، نادية لقات الوراق ديال الشركة وممتلكة كمال، واكتشفت أنه كيدير النوار تهرب ضريبي وكيزور بعض فواتير. بدلا ما تواجهه مشات عند محامي دياب ذكي جدا. نادية خلت كمال حتى جاي يطلقها وهو فرحان، ولكن الصدمة كانت في المحكمة. نادية قدمت أدلة ديال التهرب الضريبي وديال الأملاك اللي مخبيها. النهاية، القانون المغربي في حالة إثبات سوء النية والتدليس كيكون قاصح. نادية حصلت على التعويض عن الضرر ومبالغ خيالية، وكمال لقى راسو متابع من الضرائب ومن الجمارك. الفيلا تباعت في المزاد العلني، ونادية هي اللي شراتها بفلوس التعويض وخلاته هو وعشيقته كيكريو برطمة في السكن الاقتصادي. القصة 4، سحور لالا منانة. مريم وعبد الحق. عبد الحق كان كيسحاب ليه راسو مطور كيخون مريم وكيدخل للدار كيتمسكن. مريم عاقت به من ريحة الريحة اللي ماشي ديالها ومن المكالمات في الطواليت. مريم عارفة باللي عبد الحق خواف وكيؤمن بزاف بالخرافات والسحر. الانتقام، مريم ما غوتاتش، ولكن بدات كدير حركات غريبة في الدار. كانت كترش الماء قدام الباب وكتحط تصاور العشيقة وسط الدون وتخليهم قدام عينيه. بدات كتهضر بوحدها في الليل وكتدعي باللي فلانة غادي يوقع ليها وليك
توكال. عبد الحق تخلع وبدا كيحلم بالكوابيس. العشيقة ديالو فاش شافتو ولا مسكون وخايف، هربات عليه وقالت ليه انت فيك تابعه. النهاية عبد الحق رجع لمريم كيرغب ويزاوك باش تفك ليه السحر، وهي خلاتو خدام عندها صخرة وكيعطيها كاع الصالير ديالو باش تصدقو على الفقراء باش يحيد عليه البلا. بردات فيه الغدايد بلا ما تخسر عليه حتى ريال. القصة 5. فضيحة اللايف. غيتا وأمين كانوا كوبل مشهور في انستغرام كيبينوا للناس بلي هما في قمة السعادة، ولكن في الواقع أمين كان كيستغل فلوس غيتا وكيخونها مع المعجبات ديالها. غيتا لقات التليفون الثاني ديالو وفيه كاع الفضايح. الانتقام. غيتا دارت لايف على أساس أنها غدا دير سوربريز لأمين بمناسبة ذكرى زواجهم. كان الحضور في اللايف واصل ل20,000 واحد. قالت للناس أجيتوا تشوفوا الهدية اللي وجدت لأمين. مشات لواحد المجر وجبدات التليفون الثاني وشعلات السباكر وبدات كتقرا الرسائل الصوتية ديالو مع البنات قدام كاع المتابعين. النهاية أمين تفرش قدام المغرب كامل. الشركات اللي كانوا دايرين معاه عقود إشهار لغاوها ليه في البلاصة حيت سمعتو ضاعت. غيتا طلبات الطلاق وخدات الحضانة وخلات أمين ضحكة في السوشيال ميديا وما بقاش يقدر يحط وجهه في انستغرام مرة أخرى. وهنا كيسالي الفيديو ديالنا، ولكن النقاش يلاه غادي يبدا. أنا متأكدة باللي بزاف منكم عندهم قصص مشابهة أو سمعوا بوقائع وقعات في عائلاتهم. واش عمركم شفتوا شي انتقام برد لكم القلب بحال هكذا؟ حكيوا لي في التعليقات، وأحسن قصة غادي نختارها باش نعاودها في الفيديو الجاي ونذكر سميتكم إلا بغيتوا. طبعا قبل ما تخرجوا ضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم التبرقيق والقصص الجديدة أول بأول. السلام عليكم.